أهلا وسهلا. اليوم غنحضر معكم واحد الطنجية خفة نزربن في الكوكوط غير في الدار. درت هنايا الحمات ديال الغنمي. هذه الصراحة راه هي أسهل أكلة منين كتكون ما فيك ما يفكر بزاف. تصاوب واحد الطنيجية يا سلام وترافقها بشليضات البنة رائعة. وما نحتاج خلاص نقول لكم هاد الحمى باينة لكم راه فتية رطبة وكيس زبدة. وندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. هنا في الكوكوط درت واحد الكمية ديال اللحم، عندي تقريبا شي كيلو ديال اللحم، وهنايا كنضيف عليه واحد المعلقة صغيرة ديال الكمون. ولا لاحظتوا راه ما غاديش نضيف الملحة لانه من بعد غندير المصير. وكنضيف لها واحد القليل ديال الزعفران حر، اما تكوني ذوبتيه مع في الماء سخون، ولا انا هنا في الصراحه هي لحتو ديريكت لانه غادي طيب واحد المده، يعني ماشي مشكل. كنضيف واحد 6 ديال الفصوص ديال الثومه هكاك صاينين، ما تحتاجي لا تقطعيهم ولا والو، سهل كلشي في الطنجيه في الصراحه سهل. هنا كنضيف واحد 6 ديال المعالق ديال زيت زيتون اللي متوفر، تقدري ديريها حتى بالزيت العاديه ماشي مشكل. المهم انا هنا استعملت زيت زيتون، ولا كانت عندك اللحم مشحمه ولا شي حاجه ديري الزيت اقل على حسب اللحم اللي غادي طيبي. كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال السمن ضروري حيت كتعطي واحد النسمه زوينه في الطنجيه. ومن بعد كيبقى المصير كنضيف واحد نص مصير هكاك بالقشره ديالو باللب ديالو كامل صافي. وكنمرق هنايا كندير عليه الماء القياس اللي كطيب فيه على المهل، ونردها فوق النار على نار مهيله حتى كتوجد على راحتها. تقريبا شدات ليا شي ساعه ونص هكاك وخرجات يا سلام تبارك الله. اللحم زبده. ملي كتحلي عليها الكوكوط راه ضروري تشوفي الا كان فيها الماء باقي فيها الماء، حاولي تنشفيها حيت هي راه ما كتبغيش المرقه بزاف. وهانتوما كتشوفوا هنايا غادي نحطها معكم الحمى طايبين تبارك الله، جاو زبده، المرقه معسله. على فكره ممكن تصاوبيها بالملج ديال اللحم بقري. انا نيت راه حاطه في القناه الفيديو ديال هذيك الطنجيه اللي صوبت باللحم البقري ودرتها في الفرن. الا عندك شي، عندي واحد الطاجين سبيسيال كيدخل في الفرن، هذيك تيجي فيه حتى هو الطنجيه رائعه. راني دابا نزيدو لكم كاع في هذا الفيديو باش تشوفوه. كنت حاطاه راه غادي تلقاوه في القناه، ولكن حطيته لكم حتى انا باش تشوفوا اللي كيبغي البقري. وبصحه والراحه. تنتمنى الوصفه تكون عجباتكم، وما تنساونيش من لايك والاشتراك. هذه ديال البقري راه خديت حتى هي فيها غير الملوجه كتجي زوينه، درت تقريبا شي كيلو حتى هي نفس المقادير اللي درت في هذه ديال الغنمي هي اللي درت في ديال البقري. ودخلتها عندي هذا الطاجين كيف قلت لكم سبيسيال كيدخل، ولا اللي عنده هذيك بحال هذيك القلوشه اللي كتدخل في الفران. هادي دخلته تقريبا راه خدا ليا شي 3 سوايع حتى ل 4 سوايع في الفرن، يعني كتشد وقت اطول، ولكن كتجي حتى هي في المذاق رائع الصراحه. الواحد يجربهم بجوج، راه بجوج بهم بنين، واخا انا كيعجبوني بصراحه الملوجه ديال البقري. وبالصحه وراحه. وهذه النتيجه النهائيه ديالو. كيجي حتى هو هاد المليجات كيجيو معسلين وبنان واقل